اللي صار في تونس هي ثورة حقيقية. لماذا؟ هذا سامحوني بالنسبة اللي سمعوها، أنا ما أعتقد أن هي ثورة، لأنه الشعب يقول، الشعب اللي عملها، الشباب اللي عملها يقول هي ثورة. اثنين، هذه ربما مقولة الكثير منكم يعرفها: ceux d'en bas ne voulaient plus être gouvernés et ceux d'en haut ne pouvaient plus. يعني الناس اللي كانوا سايرين قالوا يسي، والحكومة واللي كانوا فوق يحكموا صاروا غير قادرين، وهذا مؤشر يدل الاولاني نتاع الثوره. اثنين، اللي صار في تونس عنده بعد عربي مكون، عربي 20 فيفري، ليبيا كذا الى اخره، وسمعت انه معناها الثوره وصلت حتى للسين. مستقبلا ثانيا يمكننا باش ناكدوا على المحطات الرئيسيه ديال التحرير. المحطه الاولى هي 24 ابريل. 24 ابريل بطبيعه الحال ستكون احسن لا من 20 فبراير ولا من 20 مارس، اقوى على مستوى العدد ديال المدن والمناطق اللي غتدخل فيها. يعني في اخر محطه اللي هي 20 مارس كنا قدرنا بان 100 ديال المناطق اللي كانت دخلت في الحركه، هذا خص هذه المره تكون اكثر من 100، خص جميع المناطق تحس براسها بان العمليه في 20 فبراير كلشي حنا خصنا نوصلوا. وهذا الشيء هذا اللي ما جا فيه حتى الاحياء الشعبيه راه مهم، هذا هو المستقبل ديال هذه الحركه ديال 20 فبراير. اذا جميع المناطق خصها تحس ب 20 فبراير كحركه وطنيه. ثانيا يعني على مستوى العدد قدرنا في 20 مارس بان خرجنا ب 600,000. هذاك الهضره ديال المخزن اللي تيقولوا ما عرفتش خرجنا 36,000 ما على تاجي معنا بالنسبه لنا رقم عشتي، وكاين بلايص اللي غير مدينه وحدها اكثر من هذا العدد بكثير. اذا هذه الارقام ديال المخزن راه معروفه. حنا قدرنا بان كنا حوالي 600,000، اذا هذه المره خصنا نخرجوا باكثر بكثير من 600,000. وهذه المره عندنا الشروط باش ننجحوا، لانه ما هي التجربه ديال 20 فبراير اللي كانت اول تجربه وكانوا الناس مازالين متخوفين، ولا هي التجربه ديال 20 مارس اللي جات من بعد واحد المحطه ديال القمع واللي كانوا الناس متخوفين. الان يعني عندنا تجربه، راكبنا تجربه التاليه، ماشيين وحنا تاكلين بنفسنا يعني في هذه العمليه هذه. اذا خص المحطه ديال 24 يناير تكون محطه ناجحه ديال 24 ابريل، وبالنجاح ديال هذا 24 ابريل هو اللي كيحدد المسار ديال المنطقه. داكشي كله اللي في دماغنا كنخدموا فيه بالنسبه للمستقبل راهين مدى النجاح ديالنا في 24 ابريل. هادشي علاش خصنا ننزلوا بالقوه ديالنا الثقه ديالنا باش ننجحوا المحطه ديال 24 ابريل. ثانيا بعد لقاء تواصلي بين سكرتارية المجلس الوطني والمجالس المحلية، لقاء للتعرف على التجارب التي كانت في الاقاليم الناشئه والخروج بتوصيات شي حاجه مشجعه لا ولا. كنعتقد بانه بناء اخرى جديد العمل بشكل حركه 20 فبراير في شكل منظم ومنسق وموحد على المستوى الوطني باش تحقيق المطالب ديالنا اللي دعت لها من الجوانب التنظيميه العمل نتاعو شايف بانه المجلس الوطني اللي داعم حركه 20 فبراير شكلنا 4 نتاع اللجان بغينا العمل باش يكون التواصل فيه. لجنه التنظيم والماليه، لجنه الاعلام والاعلاميات، اللجنه الصحيه، ولجنه القانونيه والحقوقيه. كل لجنه من هذه اللجان حسب العنوان تاعها كتقوم بمهام في اطار الشق اللي هي مهتمه به. وطبعا طلبنا من هذه اللجان، ولكن العمل باقي في الحدود الاولى، باقي في الجوانب في المستوى الاولي، انه يكون عندها امتداد على